واحد من أصعب المشاكل اللي ممكن تواجهها في البيزنس هو الخوف. الخوف من أي ظروف حواليك، أي ظروف أنت مش في إيدك، أي ظروف أنت مش قادر تتحكم فيها، سواء مثلا المكان عندك مهدد، سواء مثلا المصدر اللي بيبعت لك المواد الخام أو اللي بيبعت لك البرودكتس بتاعتك ممكن يوقف عنك في أي وقت، سواء إن العملاء مش متوفرين أو أنت مش قادر إن أنت تحكم الحتة دي وتظبط الحتة دي إن يبقى عندك عملاء بشكل مستمر. الخوف دايما موجود في البيزنس، لكن عشان تقدر توصل إن أنت تخرج من دايرة الخوف محتاج تتنقل من دايرة البيزنس مان لدايرة الانتربرينورشيب، ودي الميزة اللي بتفرق رواد الأعمال عن رجال الأعمال. رواد الأعمال ببساطة قادرين إن هم يمتلكوا ويسيطروا على أغلبية عوامل البيزنس، قادر إن هو يكريت، قادر إن هو يبدأ منتج جديد في أي وقت، قادر إن هو يعمل خدمة جديدة في أي وقت، قادر إن هو ينزل أوفر، قادر إن هو يميز عملائه في أي وقت. رواد الأعمال ببساطة لما بيشتغل على البيزنس ما بيبقاش عنده حجم الخوف اللي عند البيزنس مان. رواد الاعمال ببساطه قادر ان هو يبدا من الصفر في اي وقت، قادر ان هو يشوف البيزنس بشكل مختلف ويشوف التهديدات والخوف اللي على البيزنس بشكل مختلف، بشكل فرصه مش بشكل عطله للبيزنس ان هو يكبر او يكبر.